انتي الشمعة حاد مدرالك بالقراح، انتي الشمعة حاد مدرالك بالقراح القراح، ويلا درا ما تجرحي في ليلة في ليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ملخص كتاب. هذه المرة سأقدم لكم ملخص مذكرات مصالي الحاج. قبل كل شيء سأذكر شيئان مهمان في هذا الملخص عن مذكرات مصالي الحاج. الأمر الأول هو أن الكتاب يبدأ بمقدمة أو تصدير للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. والأمر الثاني هي أن المذكرات تبتدئ من 1898 إلى 1938. يعني المذكرات لا تخوض في الفترة التي جرى فيها الخلاف ما بين مصالح الحاج وحزب جبهة التحرير أفلان. الكتاب بصفة عامة جيد، يحكي في القسم الأول على الطفولة تاع مصالح الحاج، وكيف كان السكان الجزائريين ينظرون للمستعمر، وكأنه كان يروي لك الرؤية تاع رؤية العائلة البسيطة إلى المستعمر في ذلك الوقت. حكى فيه أيضا عن بداية دخوله المدرسة، وحكى جملة لفتت انتباهي لمعلمه عندما قال لهم إن الأمم الغير المنظمة تقع دائما تحت استعباد الأمم المنظمة. ثم يحكي كيف كانت بداية نضاله السياسي، وكيف كانت بدايته باحتكاكه مع الشيوعيين، ويحكي أيضا بالتفصيل ذهابه إلى فرنسا وكيف تعلم النضال السياسي هناك. في فصل آخر يتحدث الكاتب مصالي الحاج عن قانون فيوليت، وكيف أنه كان محاولة كانت محاولة لقلب النخبة الجزائرية ضد بقية الشعب، كما قلب قانون كريميو يهود الجزائريين ضد بقية الشعب. وقانون فيوليت لمن لا يعرفه هو قانون كان يهدف إلى تجنيس النخبة الجزائرية، منحها الجنسية الفرنسية. بالإضافة إلى هذا، مصالح الحاج يروي في هذه المذكرات الكثير من المواقف والأشياء التي حصلت له في سيرته الذاتية، ويروي أو ويذكر مقتطفات كثيرة عن بعض الشخصيات الجزائرية المعروفة. ما هذا إلا مجرد خلاصة قصيرة جدا عن كتاب الذي يحوي قرابة 300 صفحة. لمن يهمه الأمر يمكن له أن يحمل الكتاب في الإنترنت ويقرأه. أتمنى تكون هذه الخلاصة مفيدة، والسلام عليكم.